انتوا دلوقتي بتسمعوا موجة جديدة على 108 اف ام. مساء الخير عليكم سيداتي آنساتي سادتي في حلقة جديدة وموجة جديدة على إذاعة الشباب والرياضة 108 اف ام. معاكم وال30 دقيقة من دلوقتي عمرو جمعة وولاء البحر. سعيدة أنسة ولاء. هاي يا عمرو وهاي على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. افكسوا لكل حاجة واظبطوا محطاتكم على إذاعة الشباب والرياضة 108 اف ام. بالظبط ده الفرق اللي حصل في لغتنا خلال ال50 سنة اللي فاتت. وعشان كده موضوعنا النهاردة هيكون عن الفرانكو أرب. والكل اللي ما يعرفش ايه هو الفرانكو، فببساطة الفرانكو هو كتابة كلمات عربية بحروف لاتينية. مبدئيا خلونا نعرف أسباب انتشار الفرانكو وعيوبه، بس قبل كده هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية. مستنيين اتصالاتكم على 25 75 96 77. لما يل الورد البلدي كل الورد يخاف. ورجعنا لكم مرة تانية وكان موضوعنا عن الفرانكو. وزي ما انتوا عارفين شباب كتير مننا بقى بيستخدم الفرانكو في المحادثات او الشات على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. وخلوني احكي لكم موقف حصل معايا لما كنت في امتحان واحنا خلاص بنسلم الورق. فجأة المراقب نده على صاحبة الورقة واتفاجئنا انها حلت الامتحان كله بالفرانكو، ودي كانت صدمة لي انا شخصيا. طبعا يا عمرو في أسباب كتيرة وصلتنا للمرحلة دي. بعض الشباب بتشوفه أسرع في الكتابة، بالتأكيد يعني الموضوع تعود مش أكتر. احنا أكيد ما اتولدناش بنكتب فرانكو. ده غير حتى إنها لو أسرع في الكتابة فالعربي أسرع كتير في القراية، لأن زي ما انت عارف اللغة خبرة شخصية، وخاصة العربي لغة أصيلة محكومة بقواعد وتشكيل. أما الفرانكو ملوش أي قواعد محكومة، يعني كل واحد بيكتب الكلمة زي ما هو متعود ينطقها. بلاحظ ان ناس كتير قوي بشكل لا ارادي لما تعوز تتكلم في موضوع مهم بتكتبه بالعربي حتى لو متعودين يعني يكتبوا بالفرانكو. وكمان يا ولاء من ضمن الاسباب الشائعه ان الشباب بيشوف ان الكتابه بالعربي دي دقه قديمه، وان الفرانكو ده لغه شبابيه اكتر وموضه جديده لازم كلنا نبقى ماشيين معاها. وفي سبب شائع كمان يا ولاء ان في اجهزه كتير ما بتدعمش اللغه العربيه، بس اكيد اللي بيحس بالموضوع دوت اكتر ان العرب المقيمين في الدول الاجنبيه لما بييجوا يشتروا موبايلاتهم من هناك بتبقى مدعمه بلغتين او مش اكتر من لغتين، بتبقى لغه المصنع واللغه بتاعت الدوله اللي هم عايشين فيها، فده ممكن يكون من ضمن اسباب انتشار الفرانكو. وده بقى هياخدنا لنقطة مهمة جدا يا عمرو، ألا وهي أصل الفرانكو. في رأي بيقول إن الفرانكو أرب ظهر مع ظهور اليونكس اللي هو نظام تشغيل كمبيوتر زي الويندوز حاليا كده، بس ده كان نظام موجود في التسعينات واللي للأسف ما كانش بيدعم اللغة العربية، فبالتالي كانت طريقة الكتابة بالفرانكو شيء وارد. وكمان في رأي يا ولاء بيقول ان استخدام الفرانكو بدأ مع ظهور الموبايلات والرسائل الاس ام اس بسبب ان ما كانتش برضه بتدعم اللغة العربية، وعشان كده بدأ الشباب في استخدام الفرانكو كبديل. واللي زود الموضوع ده اكتر بقى ظهور مواقع التواصل الاجتماعي واللي بدورها دعمت الفرانكو بين الشباب وكأنه عدوى. في الحقيقة بقى الموضوع طلع أقدم وأكبر من كده بكتير. بص يا سيدي، بدأ استخدام الفرانكو بعد سقوط الأندلس أيام محاكم التفتيش الأوروبية. طبعا أسبانيا كانت في الفترة دي مليانة مسلمين واللي كانوا بيتعاملوا بمنتهى القسوة من محاكم التفتيش، منعتهم من الصلاة في المساجد وأخدت كمان المصاحف. بس بعد فترة سمحت لهم تاني يتكلموا عربي، بس المرة دي بقى اشترطوا عليهم شرط غريب جدا. اشترطوا عليهم ان هم يكتبوا كلمات عربية بس بحروف لاتينية اللي هو الفرانكو المتعارف عليه حاليا يعني. وبالفعل فضلوا يضيقوا عليهم لحد ما ظهر جيل جديد ما يعرفش اي حاجة عن هويته واللي كان اسمهم المور. وكمان يا ولاء في نفس الوقت كان ظهر شخص اسمه ويلمر دعا ان لغة الكتابة تبقى عامية زيها زي الكلام. دي كانت حاجة غريبة جدا، وبالفعل في ناس استجابت للموضوع ده بقى الأغرب. وبعدها ظهر الشاعر سعيد عقل كتب ديوان كامل بالعامية وكان اسمه ديوان يارا. وبعدها ظهر مثقفين بقى القرن العشرين واللي دعوا برضو لاستخدام اللغة العامية في الكتابة. لو كنتم من مؤيدين استرجاع الكتابة بالعربي فإحنا بدأنا بتدشين هاشتاج عربش. وقبل ما نتكلم عن عيوب الفرانكو هنطلع مع تقرير صغير ونرجع لكم مرة تانية. الفرانكو أرب هو لغة مستحدثة انتشرت على نطاق واسع بين الشباب، خصوصا بعد انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي، بل البعض كمان بدأ يستخدمها كبديل عن اللغة العربية. بس يا ترى بقى ايه تأثيرها على الشباب؟ عشان كده قررنا نسأل الشباب سؤالين ونشوف رد فعلهم.
تعرف يعني ايه لول؟ لول بيضحك جامد لول يعني بيضحك جامد. طيب يعني ايه حلحله؟ ايه؟ حلحله سهوكه. لو حد بيضحك بصوت عالي فبدل ما يكتبها دي يقوم كاتب لون. حلحلة لون يعني لما يبقى في حاجة عايزة تسلق لون يعني حلحلة حاجة بنحب نحلحلها. لما حد يقول على حاجه وانا مش عايز اضحك عليها ضحكه كده اللي هي مكتوبه على الشات يعني. طيب يعني ايه حلحله؟ حلقه واحد بيضحك على حاجه يبقى هي الميه صح؟ صح؟ لول يعني دلع مثلا زي ايه لول والكلام ده. حلحله الموضوع كبير قوي. يعني ايه حلحله؟ ايه حلحله؟ بالنسبه للجيمرز لول دي بتبقى حاجه اسمها ليج اوف ليجند. اللي هو لول قشطه يعني. قشطه يعني. حلحله؟ تجيبوا الافيهات يعني كده؟ حلحله اللي هي نظام حلل بس منها حلل صغيره فتبقى زي حليله. الحلقه يعني فرح مثلا. لول يعني ايه بقى؟ حاول تديني وصف. شفت انت لما بتقعد على قهوه وتيجي تقول له خد يا لول بتاع دي عندي فعلا بتشتغل على دول. يعني بضحك لول. حلحلة زي شخللة. غالبا بيحل حاجه، بيفك حاجه. لاود اوت لاود يعني لول يعني لاف لاود. حلحل حاجه كده. لا تانية لحلحة تانية لحلحة أي كلام. ورجعنا لكم مرة تانية وخلونا بقى نتكلم عن عيوب الفرانكو. أول عيب أنا شايفة أن القضاء على اللغة يعني القضاء على الهوية، بما أن طبعا اللغة هي أهم شيء بيميز أي أمة. زمان العرب كانوا بيتفننوا في الكتابة، خصوصا كتابة الخط العربي، من خط كوفي وخط نسخ وخط رقعة. وكمان يا ولاء من خطورة الفرانكو ان الفرانكو ممكن يتطور ويبقى مطلب للشباب انه يبقى رسمي في الامتحانات والحاجات الحكومية. وكمان لو بصينا للموضوع بشكل ابعد هنلاقي ان احنا لو نشأ عندنا جيل متربي على الفرانكو هتضيع الهوية بتاعتنا، والجيل ده مش هيبقى عنده القدرة على كتابة او قراءة الكتب السماوية اللي هي هويتنا. وطبعا هيبقى فيه سلبيات اكتر من كده بأبعاد مختلفة لو فكرنا في خطورة الموضوع. عايزة اقولك كمان بقى ان اصلا في حروف عربية ملهاش بدائل في الحروف اللاتينية، واللي بالفعل بيتم استبدالها في الفرانكو بارقام. والجدير بالذكر بقى ان بعض الكلمات العربية بيتم استخدامها زي ما هي في اللغة الانجليزية، زي بوتيتو والشجر. الكلمات دي اصلا معظمها محاصيل زراعية يعني. طبعا بالاضافة بقى الى ان اللغة العربية بتحتوي على 12 مليون او اكتر من 12 مليون كلمة في مقابل 600 الف كلمة بس لغة انجليزية. ولسه مكملين معاكم في موجة جديدة. كنت لسه بتكلم مع عمرو في الفاصل وبنتخيل كده لو الفرانكو بقت لغة اتعممت في الأماكن الحكومية والأماكن الرسمية. بتخيل مثلا لو بطاقة الرقم القومي بقت مكتوبة بالفرانكو وتحتيها حاجة زي النيك نيم، اسم الدلع كده بتاع كل شخص. اكيد يا ولاء هتبقى حاجة غريبة جدا وهتبقى حاجة مش حلوة جدا، ومش طبعا احنا ما نحفزش حاجة زي ديت. وكمان من ضمن الحاجات اللي شفتها وقريت عنها ان لما تيجي تخشي على الويكيبيديا بتلاقي ان الفرانكو بقى مكتوب ان هو لغة مصرية، وده بحد ذاته مش حاجة حلوة ان احنا يكون عندنا لغتنا لغة عربية، لغة محترمة، لغة من ايام من زمان جدا، ويتبدل مكانها ويتحط على الويكيبيديا ان الفرانكو لغة مصرية. اتفق معاك يا عمرو، بس دلوقتي معانا اتصال ونقول الو. 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 ايوه. اتشرف باسمك. اسراء. اهلا بيكي يا اسراء. اهلا بيكي، انا متابعه الفقره من اول ما بدات طب هايل.
قولي لي بقى ايه رايك في موضوعنا؟ هل انت من المؤيدين ام لا قدر الله من المعارضين؟ لا انا لا قدر الله من المعارضين. انا مش بحب الفرانكو ده خالص، يعني من اول ما اتعلمت ان انا استعمل النت وكده يعني عمري ما استعملته خالص. حتى لما كنت اتكلم مع حد من اصحابي على الموبايل او الواتساب او حاجه، يعني ما كنت يعني اي حد يكتب فرانكو كان بيبقى عندي مشكله ان انا اقراه اصلا، واقعد اقول لهم لا اكتبوا عربي اصل احنا ما بنعرفش. يعني انا حاسه انها اصلا لغه بوظت الدنيا اكتر ما هي بايظه عند الشباب، يعني مش معترفه بيها كلغه يعني خالص. وبعدين يعني الناس بتستعملها استسهال وكده، وهي طريقه اصلا مش لطيفه خالص. يعني طب ما نكتب عربي، ما احنا اساسا بنتكلم عربي. طب انت هل انت يعني بتدعمي اللغه العربيه عندك، ولا مجرد ان اللغه اللي انت خدتيها ايام المدرسه وايام الحاجات دي كلها بتتعاملي بيها بصوره طبيعيه جدا، ولا هل بتدعمي اللغه بتاعتك؟ انا اكيد بحاول ان انا ادعمها يعني، بس على قد ما اقدر. اللي هو يعني احنا طبعا عندنا مشكله ان في المدارس اللغه العربيه بالنسبه لنا كانت عامله مشكله، والنحو والكلام ده. بس هو طبعا يعني حتى نحافظ على الموضوع ده بطريقه ان يعني ابسط، ان احنا بنتكلم على الواتساب او بنتكلم على الفيسبوك، يعني الطريقه البسيطه، ما نتكلمش كمان بلغه تبوظ الدنيا عندنا اكتر. يعني الموضوع مش مستحمل، يعني الفرانكو جاي مش مخلي الموضوع مستحمل يعني. عندك حق. طيب تقدري بقى تقولي لي كده لو عايزه تنصحي الشباب نصيحه تقولي لهم ايه؟ اقول لهم يعني حاولوا على قد ما تقدروا، اللي متعود انه يكتب فرانكو يتعود انه يحاول دايما الجهاز اللي بيشتغل عليه سواء الموبايل او الكمبيوتر انه يحول عربي، ما يستسهلش. بالظبط زي ما اتعود على انه يكتب فرانكو يعلم نفسه بالعربي، والموضوع بيجي بالتدريج. بس يعني نصيحه ان احنا بلاش نستعمله كتير، لان مره على مره هيضيع الدنيا اكتر يعني. اشكرك يا اسراء. شكرا. أوكي. ورجعنا لكم مرة تانية، كان موضوعنا عن الفرانكو، ومعانا مداخلة تليفونية. نقول الو. الو. ايوه، ازي حضرتك؟ تشرف باسمك. الحمد لله تمام. انا الاء. الاء، ايه رأيك يا الاء في موضوع الفرانكو؟ هل انت شايفة ان الفرانكو حاجة كويسة وحاجة بتسهل، ولا هو حاجة بيغطي على اللغة العربية بتاعتنا اللي هي حاجة كويسة؟ هو في الحقيقة انا في الاول كنت من الناس اللي بتكتب فرانكو، يعني قعدت حوالي فترة يعني بس مش كبيرة. انا طالبة اعلام اصلا. لما درست مادة اسمها تيارات فكرية غيرت لي يعني وجهة نظري خالص. حسيت ان انا فعلا بضيع الهوية بتاعتي. يعني انا لازم احافظ على الهوية العربية بتاعت العرب كلهم، ما ينفعش ان انا اقعد اكتب كلام اصلا مش مفهوم. مش بتتهاوني في الموضوع يعني؟ يعني انا لما حسيت ان الموضوع كبير لا يعني تراجعت عن موقفي. هاي. طب وايه رايك في فكره ان الفرانكو بيسهل حاجات كتير جدا ما بين التعامل ما بين الاشخاص في الشات والحاجات دي؟ الناس شايفاه اسرع يعني؟ لا خالص. يعني انا بحس ان العربي بتاعنا بيبقى مفهوم اكتر. وفعلا انتوا قلتوا حاجه ان هو الموضوعات المهمه بنتكلم فيها بالعربي عادي مش فرانكو. انا فعلا شايفه الموضوع ده. يعني احنا بنكون بين صحابنا بنتكلم يعني في موضوعات يعني بتبقى يعني مش عايزه اقول هايفه بس بسيطه بنتكلم بيها بالفرانكو، لكن الموضوع مهم وبتتكلمي مع حد مثلا بطريقه فورمال لازم يكون بالعربي. ماشي، شكرا ليك يا الاء على المداخله ديت. اشكرك يا الاء. ميرسي جدا. بصراحه كان نفسي اسال الاء سؤال قبل ما تقفل، بس ممكن السؤال ده اطرحه عليكم. قولوا لي اذا كنتوا بتحبوا القرايه يا ريت تبعتوا لي مقطع او جزء من جمله او لغه باللغه العربيه على هاشتاج عربش. مستنيين تفاعلكم مع الهاشتاج. ما تنسوش هاشتاج عربش، او ابعتوا لنا على صفحتنا موجة جديدة 108 FM. ورجعنا لكم مرة تانية، وقبل ما اختم الحلقة حابة اقول لكم كده جملة حبيتها جدا. كانت بتقول الفرانكو لغة من لا يتقن اي لغة. خلي بالكم يا جماعة، الفرانكو بيضيع مننا مش بس لغتنا الأصلية أو لغتنا الأم، ده كمان يعني بيضيع علينا فرصة إن احنا نتعلم لغة جديدة أو نكتسب خبرة أو ثقافة جديدة. أتمنى نكون فدناكم واستمتعتوا. حلقتنا خلصت، بس موجة جديدة لسه مكملة معاكم بوجوه جديدة وروح جديدة. تحياتي ولاء البحر وعمرو جمعة.